ولما تيجي تبص لها من ناحيه تانية هتلاقي ان شعوري تجاه نفسي باحسن حاجه وان مفيش اطيب مني ده هيخليني البس في الحيط وممكن اتسبب في اذى حد تاني، لان كل حاجه هعملها هلاقي لها مبرر يطلعني اني شخص كويس. وهنروح بعيد ليه؟ عمرك شفت مجرم قتل او بيأذي حد حاسس بالذنب؟ بالعكس هتلاقيه عنده مبرر باللي بيعمله وان الشخص اللي اذاه يستاهل اللي حصل. فلو مش هتلوم نفسك وتحاول تعدلها صدقني هتخسر كتير، لان ده هيوجهك ان عندك يقين في نفسك وده بيظهر كتير في الشغل. تلاقي حد شايف نفسه ان افضل واحد يشتغل وان المفروض ياخد مرتب اعلى من كده، ومهما خد مش هيحس بارتياح لانه دايما بيشوف اللي حواليه مين اللي اترقى مين اللي بياخد مرتب اعلى منه. فالسعي لليقين يولد قدر اكبر واسوأ من اللا يقين. شفت انت لما تحمد ربنا على اللي في ايدك، نزل لك مرتب الحمد لله على اللي نزل، جالك ترقيه او ما جالكش الحمد لله، حصل لي اي حاجه في حياتي سواء حلوه او وحشه يبقى الحمد لله. ما تننيش حاطط في دماغي اللي حواليا اترقى ازاي مرتبه كام عايش ازاي، كل ده سببه انك عايز توصل لليقين. قليل قوي اللي عنده حته اللا يقين.